مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، شرع العراقيون بالتدفق إلى حلبة جديدة للتزلج على الجليد في مدينة السليمانية شمال البلاد، لتمضية أوقاتهم في ممارسة هذه الرياضة بعيداً عن لهيب الصيف. أنا هنا مع أصحاب اليوم لنتعلم التزلج على الجليد. هذه النوعية من الرياضة تسعدنا على الرغم من أنه لم يكن بوسعنا ممارستها فيما مضى لأنها لن تكن متاحة هنا. يدير الحلبة مدربون متخصصون بهذه الرياضة التي دفعت الكثيرين إلى اكتشافها وممارستها، حيث تم استدعاء أولئك المدربين خصيصاً لهذه المهمة، وتعد هذه الحلبة هي الأولى من نوعها وحجمها في المدينة. استغرقت عملية بناء الحلبة التي كلفت نحو $2 مليون 18 شهراً، وتبلغ المساحة الكلية للقاعة 1700 متر مربع، مع حلبة التزلج التي تمتد وحدها لأكثر من 800 متر مربع. لا تخلو المدن العراقية الأخرى من حلبات التزلج على الجليد، من بينها إربيل، حيث تبلغ تكلفة التزلج لمدة ساعة واحدة على الجليد 5000 دينار عراقي. فالهروب من لهيب الصيف وحرارته يدفع المزيد من العراقيين إلى ارتياد مثل هذه الأماكن، علها تخفف من وطأة الصيف وحرارته.